السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نشارك معكم وصفة المعمول وجميع اسراره باش يجيك خفيف ويحافظ على الشكل نتاعو كي طيبيه. نحتاج لهذه الوصفه 125 غرام سميد رقيق، نص مغرفه صغيره خميره الحلوى، 125 غرام فارينه، 25 غرام سكر ناعم، زوج مغارف كبار حليب بودره، ورشه ملح، مغرفه صغيره حبه الحلاوه مرحيه، معطر ماء الزهر، وزوج مغارف كبار زيت، و100 غرام سمن ذايب، و60 مليلتر ماء الزهر. وهذه المقادير تعطينا حوالي 16 حتى 17 حبه. نجيبو باسوار نحطو فيه جميع المكونات الجافة: سميد، سكر، فارينة، خميرة الحلوى، حبة الحلاوة، حليب بودرة، رشة ملح، ونجوزو كامل هذه المكونات في الباسوار بهذا الشكل ونخلطهم مع بعض. نضيف لهم الزيت والسمن ذايب ونخلط بهذه الطريقة حتى تندمج المكونات مليح ويتشرب المواد الجافة تشرب هذا السوائل مليح. ونجيب ماء الزهر نضيف له مغرفة صغيرة معطر ماء الزهر ونخلطه ونضيفه للعجين بهذه الطريقة بلا ما نعجنه، نلموها فقط ونخلوها ترتاح من نص ساعة حتى لساعة. ودورك نروحوا لتحضير الحشو. واش نحتاجوا للحشو؟ نحتاجوا غرس حوالي 120 غرام، و50 غرام جلجلان محمص، وشويه قرفه، ومغرفه كبيره سمن. نعجنوا المكونات هذه مع بعض ونشكلوا كرات بوزن 10 غرام. واش نديروا بعدها؟ نجيبوا المول تاع المعمول اللي راح نخدموا به ونحطوا فيه كرات الحشو بهذه الطريقه باش تاخذ نفس الشكل تاع المول. وهذه الكره خليتها هكذا باش نشوفوا الفرق بين كي نشكلوا لافارس تاعنا في المول وكي نخليوها هكذا على شكل كره، كيفاش راح يكون الفرق في النتيجة كي نخدموا بها. هنا بعد ما خليت العجينة ريحت نشكل منها كرات بوزن 28 غرام حتى 30 غرام، نفتحها ونفرسيها بالغرس بهذه الطريقة ونحطها في السميد رقيق. وعلاش ندوزها في السميد رقيق؟ باش تسهل عليا نحيها من المول. هنا بعد ما فوت حبة الحلوى في السميد نحطها في المول تاع المعمول ونضغط عليها باش تاخذ نفس الشكل ونحيها بهذه الطريقة. ودوك نزيد نخدم لكم حبة بالحشو اللي خليته على شكل كرة، نخدمه بنفس الطريقه كما راكم تشوفوا. راكم تلاحظوا كي يكون الحشو على شكل كره ما عندوش نفس الشكل تاع المول، راح كي نضغطوا على حبه الحلوى في المول الحشو يولي يبان في القاعده، يعني القاعده تاع الحلوى راح تولي بريسك ترانسبارونت. وهكذا كي نطيبوها في الفرن راح القاعده تاع الحلوى تاعنا تجي ناشفه شويه. وشوفوا كي نقسموها كيفاش تكون، يكون كاين فرق بين شكل العجين وشكل الحشو. بصح كي يكون الحشو عنده نفس الشكل تاع المول شوفوا كيفاش تكون النتيجة. نقسم هذه الحبة، شوفوا يكون كاين تناسق في الشكل. هنا كملت كامل العجين اللي عندي. المقادير اللي استعملتها عطاتني تقريبا 17 حبة. ندخل الحلوى نتاعي الفرن، كنت شعلته من قبل. نعطيكم ملاحظة نشعله من الفوق قبل، يعني حتى تاخذ الحلوى تاعنا اللون الأحمر من الفوق، حوالي 7 دقائق حتى 10 دقائق. ومن بعد نطفي من الفوق ونشعل النار من التحت حتى يطيب. هنا بعد ما خرجته من الفرن نرشه بالسكر الناعم مباشرة بهذه الطريقة ونزينه بالسوريز. والتزيين يبقى اختياري سواء بالسكر الناعم ولا بالبيستاش ولا باللوز ولا بأي حاجة تكون متوفرة عندك. وهذا هو الشكل النهائي للحلوى. شوفوا كيفاش تجي من الداخل، تجي بزاف هشيشه وبنينه. في هذه الوصفه رانا نعطيتكم جميع اسرار المعمول، وهذه الوصفه معتمدتها أنا على الدوام في تحضير المعمول. كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، ودمتم سالمين.